يا اهلا بيك يا صديقي، جايلك بفيلم متقسم لثلاث حكايات، ثلاث ممالك، ثلاث كوارث نفسية. الواحد بعدهم محتاج يقعد يبص للسقف شوية ويعيد حساباته في الحياة. واول رواية عندنا حكاية الملك والملكة بتوع مملكة لونج تيرلس. في البداية تحس انهم عايشين قصة حب من اللي بتتباع في الروايات، قصر حب هدوء والناس كلها بتحسدهم. بس الحقيقة المرة يا صديقي، البيت من جوه مولع. الملكة كانت عندها مرض غريب جدا، مرض خلاها مستحيل تبقى ومن هنا حياتها تبدأ تتحول لكآبة ماشية على رجلين. الست طول الوقت حزينة مكتئبة بص للأطفال كأنها بتبص على حلم عمرها اللي مستحيل يتحقق. الملك بيشوفها بالحالة دي وما بيستحملش، بيقلب المملكة فوق تحت تاني، بيجيب دكاترة وحكماء، ناس شكلهم بيفهموا وناس شكلهم نصابين، لكن ولا واحد فيهم عرف حتى يقول اسم المرض. ورغم ده كله الراجل ما استسلمش، كان بيحاول يفرحها بأي طريقة، لدرجة إنه في يوم جاب فرقة سيرك كاملة للقصر، مهرجين وألعاب وناس بتطير، ناقص بس يجيب سبونج بوب يرقص قدامها. لكن وسط العرض يا صديقي الملكة بتلمح واحدة من لاعبات السيرك بتكون حامل. هنا الدنيا طبعا بتتقلب، غيرة نسوان، الغيرة بتضربها ضربة وحشة، تقوم تجري على اوضتها وتكسر كل حاجة قدامها كأنها داخلة فاينل دبليو دبليو اي. الملك بيدخل عليها بيحاول يهديها وهي منهارة، فبيحلف لها انه مستعد يعمل اي حاجة، اي حاجة حرفيا علشان يخليها تبقى وفي نص الليل يا صديقي بتحصل المفاجأة، بيدخل عليهم واحد شكله لوحده يقول لك انا جلاب المصايب، بيكون اسمه نكرومانسر وبيكون غريب، ساحر اسود كده. رحت تقول لك القعدة معاه اخرها لعنة. الراجل بيقول للملك انا اقدر اخلي الملكة تحمل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مش عارف. الملك طبعا ما بيسكتلوش، بيرد عليه بيقول له كتير قبلك حاولوا وفشلوا. لكن الساحر بيبتسم ابتسامة اللي حافظ الفيلم وبيقول له الموضوع مش مستحيل، السؤال الحقيقي انت مستعد تضحي لحد فين؟ الملك حتى بدون تفكير بيقول له مستعد اضحي باخر شرطة عندي. يا سلام يا جدع، اهو ده الحب اللي يودي الناس في 60 داهية، مستعد يضحي بالشرط بتاعه عشان خاطر مراته تحمل. الساحر بيبدأ يشرح خطته المجنونة، بيقول له لازم يصطاد وحش بحري نادر جدا وياخد قلبه، وبعدين بنت طهر عمرها ما اتجوزت تطبخ القلب ده للملكة على فصين توم وقرنين فلفل وتشوحه وهيبقى زي الفل. الملك بيسمع الخلطة دي كأنه بيسمع وصفة محشي وبيقول له تمام. تاني يوم الراجل بينزل بنفسه يصطاد الوحش وبيلاقي المخلوق فعلا في النهر، وحش مرعب شكله يقول لك انا الميزانية كلها اتصرفت عليا. الملك بيدخل له المية، هو بيبدأوا القتال، ضرب دم خناق، مية بتطير لحد ما بيقتل الوحش اخيرا. بس الوحش قبل ما بيموت بيكون علم عليه هو كمان لازم يا صديقي ياخد بطاره او يسيب حتى علامة. الملك وهو بينزف بيطلع قلب الوحش بايده، حرفيا اخر مهمة في حياته، وبعدها بيموت. الملكة بترجع بالقلب للقصر وهي شايلاه كأنها شايلة الامل الاخير. وهنا بيدخل اغرب جزء في الرواية كلها، الخدامة اللي هتطبخ القلب بتكون بنت مش متجوزة وطاهرة، واول ما بتبدأ تطبخه بتبدأ تحس بحاجات غريبة، دوخة، تعب، احساس مش طبيعي، وهوب فجأة بتطلع هي كمان حامل. هتقول لي ازاي؟ هقول لك برضه معرفش. وبكده يا صديقي بيكون القلب اشتغل اوفر تايم، وفي نفس اللحظة تقريبا الملكة بتاكل القلب وبتحمل هي كمان. وبعد شهور يا صديقي الاتنين بيولدوا في نفس اليوم، ابن الملكة اسمه إلياس وابن الخدامة اسمه يونان. والطفلين من أول لحظة واضح إنهم مش طبيعيين، شعره أبيض غريب، ملامح شبه بعض بشكل يخوف، وكأن الوحش البحري قال طالما هموت هسيب بصمتي. الفيلم بيعدي 16 سنة لقدام والأطفال بقوا شباب، لكن علاقتهم لسه قوية جدا. إلياس ويونان شبه التوأم، أصحاب لدرجة تحس إنهم روح واحدة. بس الملكة كانت بتكره العلاقة دي بشكل مرعب، كل شوية تقول لي ابنها انت امير ما ينفعش تصاحب ابن الخدامة. لكن الياس كان مطنش الكلام كله ومكمل مع صاحبه عادي. وفجأة بنكتشف ان الاتنين عندهم قدرة غريبة، بيقدروا يتنفسوا تحت المية، كل اللي ناقص انهم بس يطلعوا يغنوا مع حرية البحر. الملكة بعد كده بتستدعي الخدامة وبتهددها لو ابنك ما بعدش عن إلياس هتطردكم من المملكة. لكن الولدين برضه بيكملوا يشوفوا بعض في السر، لحد ما يونان بيعمل الحركة اللي فجرت الدنيا، بيلبس هدوم إلياس وبيدخل للمملكة متنكر. وأول ما بتكتشف الحقيقة الملكة بتقرر تنفيه بره المملكة نهائي. إلياس بيحاول يمنعها وبيبكي وبيترجاها يعمل أي حاجة، لكن القرار خلاص اتاخد. وقبل ما يمشي يونان بيقطع شجرة بسكينة وفجأة بتطلع منها مية. أهو ده الشجر ولا بلاش، الشجر بيطلع مية، ناقص بس يفتح واي فاي. يونان بيقول له طول ما المية صافية اعرف إني بخير، ولو اتحولت لأحمر يبقى حياتي في خطر، وبيسيبه وبيمشي. ومن يومها الياس بيفضل يراقب الميه كل يوم، عامل زي واحد بيتابع نتيجه الثانويه العامه، لحد ما في يوم الميه يا صديقي بتتحول لاحمر. هنا قلبه بيقع، بيعرف ان في مصيبه حصلت لصاحبه، وبيهرب من المملكه يدور عليه من غير حتى ما يقول لامه. بعد رحله طويله بيوصل اخيرا لبيت يونان، وبيكتشف ان صاحبه اتجوز وخلف وعنده حياه جديده. الناس هناك بيفتكروا يونان من كتر الشبه بينهم، لكنهم بيقولوا له ان يونان دخل الغابه من 5 ايام ومن ساعتها مرجعش. الياس بيدخل الغابه يدور عليه
بينما الملكة بتبدأ تنهار من الخوف على ابنها، وفي النهاية بترجع للساحر الأسود تاني، والساحر بكل هدوء بيقول لها نفس الجملة حياة مقابل حياة، والملكة بتوافق فورا. وفي كهف بعيد يونان بيكون مصاب ومرمى على الأرض، وفجأة مخلوق طاير بيهجم عليه وبيحاول يقتله. الياس بيسمع صريخه وبيجري عليه وبيقتل الوحش بسيفه، لكن الصدمة يا صديقي الوحش ده كان أمه. أيوة يا صديقي، الملكة نفسها اتحولت للمخلوق كجزء من التضحية. وفي النهاية الياس بيرجع وبيتوج ملك على المملكة، وبتنتهي أول حكاية من الثلاثية المجنونة. وبعدين يا صديقي الفيلم بياخدنا للرواية التانية، ملك جديد، لكن المرة دي بدل المآسي العائلية احنا داخلين على ملك شهواني عايش حياته كأنه فاتح مالها ليلي مش مملكة. الراجل حواليه ستات طول الوقت، شرب وحفلات ورقص، كأن القصر معمول بنظام ادفع ورقص. ورغم كل اللي حواليه لسه بيدور على الملكة اللي تناسبه. الملك بتاع الرواية دي كان راجل عايش حياته بالطول والعرض، وخمور وستات وحفلات. القصر عنده عامل زي كباريه مفتوح 24 ساعة، لكن رغم كل ده الراجل لسه بيدور على حب حياته. وفي وسط المملكة بعيد عن القصر بنشوف اختين كبار في السن عايشين لوحدهم في بيت قديم كأنه بيت أشباح. واحدة اسمها دورا ودي ماكرة بشكل يخوف، لو المكر اتحول لبني آدم هيطلع دورا. والتانية قيمة ست بسيطة وصريحة لدرجة انك تحس انها تقول اسرار الدولة بالغلط، يعني يا صديقي ست على نيتها. الاتنين عايشين لوحدهم لا جواز ولا عيال، ومستنيين الموت يرن الجرس في اي لحظة. لكن الحاجة الوحيدة اللي الزمن ما قدرش ياخدها منهم هي صوتهم كان ناعم وشبابي بشكل مستفز لدرجة تحس ان جسمهم 90 سنة لكن حنجرتهم 20 سنة. وفي صباح هادي الملك بيسمع دورة وهي بتغني، وهنا يا حبيبي الراجل بيقع في الحب قبل حتى ما يشوفها. بيقف تحت بيتهم عامل زي مراهق اول مرة يحب، وبيحاول ياخد نظرة على الست اللي بالصوت ده. هو متخيل طبعا انها ملكة جمال ماشية على الارض، لكن اول ما الملك بيخبط على الباب الاختين بيتفزعوا. الاتنين بيبصوا لبعض كأن القيامة قامت. يا نهار ابيض، لو عرف اننا عواجيز هيعدمنا. بيقعدوا يفكروا شوية لحد ما دورة بتطلع بالخطة العبقرية، تقول للملك يرجع بعد اسبوع بحجة انها مش جاهزة. ايوه طبعا اسبوع وتتحول لعارضة ازياء، ومن هنا يبدأ السر الحقيقي. الاختين بيحاولوا بكل الطرق يخدوا نفسهم شباب. دورة بتحط اعشاب على صوابعها، لكن الصوابع شكلها يقولك عاشت حربين عالميتين. اما قيمة الست قعدت تحط صوابعها في بقها ايام كاملة علشان ترطبهم. اهدي التكنولوجيا ولا بلاش. ولما الاسبوع بيخلص الملك بيجي متحمس. دورة بسرعة بتوري صوابع قيمة بدل بدوعها، واول ما الملك بيشوف الصوابع خلاص الراجل اتخدر. بيريل يا صديق على طول، قاعد يتغزل في الصوابع حرفيا كانه شاف كنز فرعوني. لكن الخوف بيكبر عند الاختين لان في اي لحظه الحياه ممكن تنكشف. فدورة بتحط شرط، انا هنام معاك لكن في ضلمه كامله. والملك اللي دماغه طايره اصلا بيوافق فورا. وفي الليل بتبدا دورة تستعد كانها داخله عمليه نصب تاريخيه. بتلزق جسمها وتشد جلدها بحبال علشان تحسسه انها جسم بنت صغيره. يا شيخه ده لو الملك لمسك جامد هتتفككي زي الكرسي البلاستيك. وفي نص الليل الحراس بياخدوها للقصر، والملك بيقضي الليله كلها مبسوط وفاكر نفسه واقع على قمر. لكن في الصبح يا صديقي بتحصل المفاجاه، الراجل بيصحى وبيبص جنبه، وهنا الصدمه بتضربه ضربه العمر. بيكتشف انه قضى الليل مع ست عجوزه شكلها يخوف القطط. بيقوم مفزوع ومتنرفز وبيمر الحراس يرموها من الشباك. ايوه يا صديقي زي ما بقولك الحب عنده كان له شروط واحكام. لكن دورة بطريقه ما بتنجو من الوعي وبتقع وسط الغابه. وهنا الفيلم بيدخل في مود احنا هنشرب اي حاجه وخلاص. بتظهر ساحره عجوزه بتلاقي دورة مرميه، فبتقرر تساعدها بالسحر. وفجاه يا صديقي بتحصل المفاجاه الكبيره، دورة بتتحول لبنت شابه جميله جدا، شعر طويل، بشره ناعمه، وجمال يخلي الملك يعض الارض ويريل اكتر ما كان مريل. وتاني يوم الملك بيطلع يصطاد في الغابه وبيلمحها، واول ما بيشوفها بيقع في الحب للمره التانيه، بس المره دي فعلا مع نسخه شابه. يا سلام على الراجل اللي عاش قصه تحديث قبل وبعد، وطبعا بيبقى شايف النسخه المتحدثه. بياخدها للقصر فورا وبيقرر يتجوزها وتبقى الملكه الجديده. ودورة نفسها مش فاهمه ايه اللي حصل، لكنها بتفتكر اختها قيمه وبتقرر تعزمها على الفرح. قيمه اول ما بتشوفها بتتصدم، الست مش مستوعبه ان دي اختها اصلا. بتسالها انت بقيتي شابه ازاي؟ وهنا دورة بدل ما بتقول الحقيقه بتهزر معاها بسخريه وبتقول قشرت جلد القديم. لكن قيمه الغلبانه بتاخد الكلام حرفي زي ما قلت لك في الاول يا صديقي على نيتها، وبتكون صدقتها فعلا. بتروح على طول لحداد وبتقول له يشيل لها الجلد القديم مقابل عقد. والحداد نفسه يا صديقي شكله كان قرفان من اليوم من التفكير، وبيوافق فعلا. بياخدها الغابة وبيربطها في شجرة وبيبدأ يسلخها حرفيا زي ما يكون بيسلخ في خروف. لو كمان يا صديقي قلبه جايبه، قلبه مين ده شايله وحاطط مكانه زرار. المشهد ده يا صديقي بيخليك تقول الفيلم ده مكتوب في جلسة تعذيب جماعي. وبعدها ايما بترجع القصر وهي في حالة يرثى لها وجسمها كله متدمر، وبعد شوية بتموت. اما دورة في السحر اللي رجعها شباب بيبدأ يختفي تدريجي، وشها بيتجعد وجسمها بيضعف، والجمال بيهرب منها واحدة واحدة. ولما بتدرك ان كل حاجة بتضيع منها بتهرب من القصر.
وهكذا بتنتهي الرواية التانية، حكاية كلها طمع ووهم وكدبة صغيرة قتلت صاحبتها. وبعدين ندخل للرواية التالتة، ده أغرب ملك شفته في حياتي. الراجل مراته ماتت من زمان وعنده بنت اسمها فيوليت، بس بدل ما يهتم ببنته كان مهتم بحاجة تانية خالص، واللي بتكون حشرة. أيوة يا صديقي، زي ما بقولك، حشرة طفيلية بتمص دمه. الملك بيلاقيها على إيده، بدل ما بيقتلها بيقول لها تعالي يا حبيبتي أنا هربيكي، وبيبدأ يربيها بنفسه. كل يوم بيديها من دمه لحد ما الحشرة بتكبر وبتبقى بحجم مرعب. يعني الراجل سايب بنته من غير اهتمام ومركز مع ناموسة متربية على بروتين ملكي. أما فيوليت كانت كبرت وبقت جميلة وكل حلمها تلاقي أمير يحبها، لكن أبوها كان عايش مع الحشرة قصة حب لوحدهم، لحد ما في يوم الحشرة بتموت. الملك طبعا بينهار عليها كأنها مراته التانية، وبعدها بيسلخ جلدها وبيقول لبنته خلاص جه الوقت للجواز. وبيقرر يعمل مسابقة، أي حد يخمن نوع الحشرة من جلدها يكسب إيد فيوليت. الناس بتيجي وبتجرب لكن محدش يعرف، لان الحشرة اصلا بقت بشكل تاني من كتر ما كبرت. وفجأة بيدخل واحد اجور مرعب الشكل يقولك بياكل بشر في الفطار، وبيقول انه عايز يشارك. الملك بتردد بيوافق، والاجور بيشم الجلد شمة واحدة وبيعرف الاجابة الصح. وهنا قلب فيوليت بيقع في رجليها، بتجري فوق السطح وبتحاول تخلص على نفسها، لكن ابوها بيقنعها ان الوعد وعد، وفي النهاية بتوافق وهي مكسورة. الأجور بيغوطها معالي الجبال، وهنا بتبدأ أيام الرعب. البنت كل يوم بتعيط وبتترجاه، لحد ما في يوم بتشوف ست من بعيد وبتطلب منها المساعدة. الست بتتعاطف معاها وبتوعدها ترجع بكرة مع أهلها، وفعلا بيرجعوا علشان ينقذوها. ولما بيحاولوا يهربوا الأجور بيجي، العيلة بتنجح تقطع الحبل وبيقع، لكن الوحش بينجو وبيبدأ يقتلهم واحد واحد. وبعدين بيطارد فيوليت لحد الكهف، وهنا البنت بتفهم إن مفيش مهرب بالقوة، فبتقرر تستخدم الذكاء. بتمثل إنها بدأت تحبه وبتخليه يهدى، ولحظة ما يتشتت بتغرس فيه سكينة وبتقتله. أول مرة حد يعمل رومانسية قاتلة بالشكل ده. وفي النهاية بترجع القصر شايلة راس الأجور المقطوعة قدام الناس كلها، وبترميها قدام أبوها وبتقول له ده العريس اللي اخترتهولي. الكلمة بتنزل على الملك كأنها سيف. الراجل بينهار وبيقع على ركبته، وأخيرا بيفهم إنه ضيع بنته بإيده. وفي آخر مشهد فيوليت بتبقى ملكة المملكة، بينما الحكايات التلاتة بيخلصوا بنفس الرسالة: كل رغبة ليها تمن، وأوقات الناس بتدفع التمن ده بوحشية أكتر مما كانوا يتخيلوا. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.